في إطار رؤية المغرب لتعزيز البنية التحتية وتسهيل الربط بين المدن الكبرى، يواصل مشروع القطار فائق السرعة البراق توسعه ليشمل وجهات جديدة بحلول سنة 2030، مما يكرس مكانة المملكة كقطب رائد في مجال النقل السككي بإفريقيا والعالم العربي. وبعد النجاح الباهر الذي حققه خط طنجة الدار البيضاء، يأتي التوسع الجديد ليشمل مدناً استراتيجية مثل مراكش، فاس والرباط، إضافة إلى ربط مباشر مع مطار محمد الخامس الدولي. ويعكس هذا التطور إرادة الدولة في تيسير التنقل، تحفيز الاستثمار، وتعزيز السياحة الداخلية والدولية. مشروع القطار المدن الزمنية بين المدن سنة 2030: طنجة الرباط ساعة واحدة فقط، طنجة الدار البيضاء ساعة و40 دقيقة، طنجة مراكش 2:40 دقيقة، الرباط مطار محمد الخامس 35 دقيقة، الدار البيضاء مراكش ساعة و15 دقيقة، مراكش ساعة و40 دقيقة، مراكش مقصيد الخامس 25 دقيقة، فاس مراكش 3 ساعات و40 دقيقة.